حاولت أدور على أي مخرج، لكن الأرضية كلها كانت مسطحة، ولا أي باب ولا أي فتحة. كانت الغرفة نفسها بتتغير حواليا، الجدران بتقرب مني، الأرض بتتزحزح تحت رجلي، والهواء بارد جدا كأنه بيخنقني. وفي اللحظة دي ظهر على الحيطة كتابات جديدة بنفس الطباشير الأبيض، كلمات مكتوبة بسرعة ما قدرتش أقراها كلها، بس آخر كلمة قدرت أشوفها كانت: الخطوة الجاية هتكون النهاية. كنت واقف قدام المراية، قلبي بينقف جامد، الهوا حواليا تقيل كأنه بيتحرك مع كل نفس. الكتابات على الحيطان كانت متغيرة كل ثانية، كل حرف بيترتب لوحده، وكل كلمة كانت بتهددني بصوت غير مرئي. الخطوة الجاية خلاص، مفيش رجوع. رغم كل خوفي فضولي كان أقوى. خدت نفس عميق وخطيت خطوة لقدام. لحظة ما رجلي لمست الأرض حسيت برعشة عدت جسمي كله. الغرفة اتغيرت فجأة، الأرض بدأت تتحرك تحت رجلي، المراية اللي حواليا اتلخبطت، الظل في المراية اتقرب مني بشكل غريب، وكأن المسافة بينا اتصغرت للآخر. وفجأة بس ظهر صوت من الأرض تحت رجلي، كان خافت جدا لكن واضح: انت دلوقتي جزء من المكان، كل خطوة قدام تقربك مننا أكتر. حاولت أرجع، رجلي اتحركت ضد إرادتي كأن حاجة بتشدني لقدام. كل خطوة أخدها المراية في حواليا كانت تتكسر، بس مش بالطريقة العادية. كل كسر كان بيكشف وجوه غريبة، عيون سودا، فم مفتوح، صراخات مش مسموعة، وكانوا بيبصولي مباشرة. الهوا بقى أقوى، رائحة تراب قديم، دم، حاجة مقرفة وفي نفس الوقت غريبة بتشد الإنسان، وكأن المكان نفسه حي، بيتنفس، بيتحرك، بيتفرج عليك. وفجأة من بعيد ظهر باب صغير جديد مش موجود قبل كده. الضوء الأبيض اللي كنت شايفه قبل كده بدأ يخرج منه، وسمعت نفس الصوت القديم بس أعلى وأقوى: خد الخطوة أو هتفضل هنا للأبد. كنت واقف، كل جزء مني بيصرخ اهرب، لكن عقلي وفضولي بيقول لازم أعرف، لازم أشوف إيه اللي ورا الباب. كل ثانية حسيت إن في قوة غير مرئية بتحاول تشدني لقدام. خطواتي بقت شبه مشي مبرمج، رجلي اتحركت لقدام وكل شيء حواليا بدأ يترنح. وهنا حسيت حاجة غريبة جدا، الأرض تحت رجلي بدأت تلمع، ضوء أبيض نازل من تحت، والهمسات اتحولت لصوت واحد صاخب مخيف: أخيرا قربت. الخطوة اللي خدتها لقدام كانت بداية النهاية، أو البداية الحقيقية للحقيقة الغريبة اللي ما كنتش مستعد لها. الأرض تحت رجلي بدأت تتصدع، أصوات خشخشة وعواقب غريب بيتخلل أذني، كأن في آلاف الأرواح محتجزة تحت الأرض وبتصرخ كلها مرة واحدة. حاولت أسحب رجلي، لكن أي قوة جسدية ضعيفة جدا مقارنة بالقوة اللي حواليا، كأن المكان نفسه بيشدني. الضوء الأبيض من الباب الصغير بدأ يزداد قوة، وظهر منه ظل كبير، جسمه طويل ومش واضح، بس كل ما قرب حسيت برعشة مرعبة في جسمي كله. الصوت اللي كان قبل كده همسات دلوقتي اتحول لصوت عميق مخيف يزلزل المكان: الخطوة دي هتغير كل حاجة، مش هترجع تاني. حاولت أصيح لكن الصوت ما طلعش. كل مرة بحاول أفتح فمي الهواء بيتسحب مني، كأن المكان نفسه بيمنع أي صوت يخرج. وفجأة حسيت إيدي اتحركت من غير إرادتي ودفقتني لقدام بخفة، خطوة واحدة بس كانت كافية. الأرض تحت رجلي اتفتحت فجأة، والشيء خفي أسفلها سحبني لداخلها. الشعور اللي حسيت بيه مش طبيعي، كأن جسمي بيتمزق، دماغي بتحاول تفهم لكن مفيش تفسير. والأصوات حواليا، الهمسات والصراخات كلها متزامنة مع قلبي، كل مرة بتتحرك
كل مرة بتتنفس كأن المكان نفسه حي وعايز ياخدني معاه. وفجأة المرايات حواليا اتكسرت كلها مرة واحدة، وكل قطعة كسور بعجزة وجوه مش مفهومة، وجوه مش بشرية، عيون سودة، فم مفتوح، صرخات صامتة، كلها بتبصلي وكأنها بتقولي انضم لينا. خلاص مفيش رجوع. كنت واقف والظل الكبير قرب مني جدا، رائحة تراب وموت، والضوء الأبيض صار يملى المكان كله. حسيت بخوف رهيب، دموعي نزت، بس في نفس الوقت شعرت بشيء غريب، فضول، شعور غامض، كأني لازم أعرف الحقيقة مهما كانت النهاية. بعد ما اتحركت الخطوة اللي سحبتني الأرض تحتها، لقيت نفسي في مكان غريب، ضلمة تامة، بس ضلمة فيها نوع من الحياة الغريبة. الأرض كانت شبه رمل أسود وبتتحرك تحت رجلي مع كل خطوة. كل ما أحاول أقف، الحفر الصغيرة حواليا كانت تبتلع رجلي شوية بشوية، كأن المكان نفسه عايز يمسكني. الهمسات رجعت، بس دلوقتي كانت واضحة جدا، أصوات متعددة في نفس الوقت، مش مجرد صدى أو وهم، أصوات ناس حقيقية، ناس مختفية من زمان. كل صوت بيقول لي كلمة مختلفة، كلها مرعبة. ليه جيت؟ ما كانش لازم تدخل. اقعد هنا للأبد. كل خطوة أخدها كانت الأصوات بتقرب مني، وكأنهم موجودين حواليا، مش مجرد همسات، كأنهم يمشوا ورايا، يقربوا مني ويسمعوا كل نفس وكل حركة. حاولت أصيح، صوتي خرج ضعير جدا، كأن المكان يمتصه بالكامل. وفجأة ظهر ظل صغير بيتحرك بين الأصوات، جسمه غير واضح لكن حركته غريبة، بالسرعة كأنها تتلاعب بعقلي، ومع كل حركة الصوت بيتغير، كأنه بيتمازج مع كل خطوة أخدها. حاولت أرجع، لكن أي خطوة لورا كانت بتسحبني أكتر جوه الأرض. كل ثانية كنت حاسس إن المكان بيتغير حواليا، الجدران بتقرب، الأرض بتتفتق، والهمسات تتحول لصوت واحد عالي جدا مخيف. أخيرا قربت، مستعد تشوف الحقيقة. قلبي وقع، الدماغ حاولت تفهم، بس المكان كان بيتلاعب بكل حواسي. كل شيء حواليا مش طبيعي، والظل اللي جنبي بيتحرك أسرع، والضوء الأبيض اللي ظهر قبل كده بدأ يلمع تاني من بعيد. وده كان أول مؤشر على إن النهاية لسه بعيد، وإن اللي جايلي أصعب. بعد ما استوعبت المكان اللي أنا فيه، لاحظت حاجة أغرب. قدامي غرفة صغيرة، ضوءها ضعيف، بس مفيش أي باب، لا مفتوح لا حقيقي. بس بمجرد ما ركزت نظري عليها، حسيت بشيء غريب. الممر حواليا اتغير، الأرضية اتشققت بشوية خطوط ضوء أبيض، والظلال حواليا بدأت تتحرك بطريقة غير طبيعية، كأن المكان كله حي وبيحاول يوجهني للغرفة دي. مشيت تجاه الغرفة، كل خطوة كانت أصعب، كأن كل جزء من جسمي بيتشد من مكانه، بس الفضول كان أقوى من أي خوف. لما قربت حسيت بحرارة بسيطة جوه الغرفة، غريبة في الجو البارد حواليا. وفجأة الهمسات اللي كانت ورايا اتجمعت في صوت واحد واضح: افتح عينيك وشوف اللي مستنيك. قفلت عيني شوية، لما فتحتها لقيت داخل الغرفة ظل صغير شبه الإنسان، بس بدون أي تفاصيل. كل اللي شايفه العيون، عيون سودة بتنور وسط الضلمة. حسيت إن كل شيء حواليا بيركز عليا، حتى الهوا حواليا كأنه بيضغط عليا. اتقدمت خطوة داخل الغرفة، الأرضية تحت رجلي اتحركت فجأة، وبدأت أسمع صوت خطوات متوازية مع خطواتي. صوت مش أنا اللي بمشيه، صوت شخص تاني جوه الغرفة ولا يظهر قدامي. وفجأة
ظهرت مراية صغيرة حواليا، وكل مراية عكست ظلي، لكن مش ظل الحقيقي، ظل طويل ممدود وعيناه سودة وبيبتسم بطريقة مخيفة. الهمسات دلوقتي رجعت بصوت واحد عالي: أخيرا وصلت، وده بس البداية. حاولت أرجع، لكن المكان اتحول حواليا، الجدران بدأت تقرب، المرايا كلها انعكست حواليا، وكل خطوة أحاول أخدها للورا كنت بحس إني بتقدم أكتر جوه الغرفة، والظلال حواليا بتكبر وبتضحك بصوت مش مسموع، بس إحساسه بيسيطر على عقلي بالكامل. لما كنت واقف جوه الغرفة الغريبة حسيت إن الهوا حواليا بدأ يتغير، مش مجرد هوا طبيعي، ده كان بيصفر بصوت غريب، كأن في آلاف الأصوات المحبوسة جوه المكان. كل مرة بشم الريحة كان بيجي معاها إحساس بالخنق، كأن الممر والغرفة بيتنفسوا معايا. الأرضية تحت رجلي بدأت تتحرك بشكل غير طبيعي، خطواتي ما كانتش ثابتة، كأنها بتتزحلق بين الضلمة والضوء الأبيض اللي من المرايا. الظلال حواليا كبرت أكتر، وكل خطوة أخدها كنت بحس إنهم بيتحركوا بسرعة معايا، مش كأنهم موجودين، لأ، كأنهم جزء مني، جزء من جسمي، من روحي. وفجأة سمعت صوت بعيد زي صرخة إنسان، لكن متقطعة، مرعبة، مش قادر أفهم كلماتها. مع كل ثانية الصوت بيقرب مني، المراية حواليا اتكسرت شوية، وكل كسر كشف وجوه جديدة، عيون سودة، فم مفتوح، وجوه مش بشرية خالص، كلها بتبصلي مباشرة وبصيغة تهديد. اتقدمت، دلوقتي مفيش رجوع. حاولت أرجع خطوة للخلف، رجلي اتحركت ضد إرادتي، كأن حاجة غير مرئية بتشدني لقدام. كل ثانية كنت بحس إن الزمن اتلخبط، الوقت مش طبيعي، كل شيء حواليا بيتغير، المراية تتكسر ويظهر وجوه جديدة، والهوا حواليا بيسرح بصوت غير مفهوم. حاولت أصرخ، لكن صوتي اتبلع، حتى النور الأبيض اللي من المراية بدأ يلمع بقوة، زي علامة إن الحاجة اللي في المكان أخدت بالها مني. وفجأة ظهرت كتابات جديدة على الحيطان بسرعة رهيبة، كلمات مش مفهومة، بس آخر كلمة قدرت أراها كانت: الخطوة الجاية هتحدد مصيرك. هنا وقفت، قلبي وقع، عقلي مش قادر يفهم إيه اللي بيحصل، كل حاجة حواليا بتتغير بسرعة، وكل الظلال حواليا بتقرب، والهمسات دلوقتي متحولة لصوت واحد صاخب: الخطوة دي هتكشف كل حاجة. الخطوة اللي حاولت أخدها للورا شوية، دلوقتي خطوة لقدام، كانت غريبة جدا. رجلي اتحركت من غير إرادتي، وكأن حاجة غير مرئية بتحركني، بس العقل رفض يستسلم. كل ما تقدمت الأرض تحت رجلي اتفتحت تاني، ضوء أبيض صار يطلع من الشقوق، والهمسات اللي حواليا اتحولت لصوت واحد عالي جدا بيهز المكان كله: شوف الحقيقة دلوقتي. حسيت بدوخة رهيبة، الدنيا اتلخبطت حواليا، المراية حواليا كسرت كل جزء منها، وكل كسر كشف وجوه جديدة، عيون سودة، وجوه طويلة، أصوات صراخ صامتة، وكلها بتبصلي وكأنها بتحاول تاخد روحي مع المكان. وفجأة ظهر ظل صغير جنب باب الغرفة، مش واضح التفاصيل، بس كل تحركاته مرعبة. حسيت انه بيتقدم ناحيتي، وكل خطوة أخدها لقدام هو بيقرب مني بسرعة، لدرجة إني حاسس إن المكان كله بيتحرك معاه. الهوا حواليا بقى أقوى، ريحة تراب وموت خلتني أتلوى من الخوف، لكن برضو الفضول كان أقوى. كان لازم أعرف إيه اللي بيحصل، لازم أشوف الحقيقة مهما كانت النهاية. اتقدمت خطوة صغيرة،
وفجأة ظهر صوت واضح جدا، مش همسات، لأ، صوت واحد واضح وصارم: اللي داخل هنا مش هيرجع تاني، كل خطوة أقرب، كل خطوة تكشف الحقيقة. وقفت، قلبي وقع، الدماغ مش قادرة تفهم، لكن الحاجة الغريبة حاسس إن في جزء مني مبسوط، كأن جسمي عايز يعرف، كأن حاجة داخلية بتقويني على الاستمرار رغم الرعب اللي حواليا. وفجأة الأرض تحت رجلي بدأت تتشق، والضوء الأبيض اللي من الشقوق بدأ يلمع بشكل رهيب، وكل الظلال حواليا اتحركت مرة واحدة وكأنها بتصرخ: جبت الخطوة، ده وقتك تكشف كل الأسرار. الخطوة اللي خدتها لقدام كانت بداية اكتشاف حاجات ما كنتش مستعد لها. الأرضية تحت رجلي اتشقت فجأة وظهرت شقوق ضيقة بتنور بضوء أبيض غريب. الريحة حواليا بقت أقوى، تراب ورطوبة ومزيج من رائحة حاجة غريبة جدا، كأن المكان نفسه حي بيتنفس وبيصرخ في وادي. نظرت للشفرة اللي في الأرض، جذب، حسيت بشيء بيتحرك جوه الشقوق، ظل صغير متلون بضوء أبيض بيحرك جسمه بطريقة غير طبيعية، ومش قادر أحدد إذا كان حي ولا مجرد طيف. كل ما حاولت أبص أقرب الظل بيتراجع ويظهر حروف على الجدران، حروف مش مفهومة بس كانت زي رسالة مش مباشرة: اللي جاي مش متوقع. همسات حواليا اتجمعت في صوت واحد واضح مخيف صاخب: انت قربت تكشف الحقيقة، بس الحقيقة صعبة أقوى من أي خوف. حاولت أقف لكن رجلي اتحركت تاني لقدام، كأنه قوة غير مرئية بتحركني. مع كل خطوة الضوء من الشقوق يزداد قوة، وكل الظلال حواليا تكبر، وكل المرايات اتكسرت تاني، وكل كسر بيعكس وجوه جديدة، عيون سودة، فم مفتوح، وجوه مختفية من زمان، كلها بتبصلي، وكل واحدة كأنها بتحاول تاخد روحي. وفجأة ظهر باب جديد في آخر الغرفة، ضي أبيض ساطع من جوه، والهمسات اتجمعت لصوت واحد: ادخل وكل شيء هيتكشف. اتقدمت خطوة صغيرة، والظل اللي جنب الباب اتقرب مني بشكل رهيب، وكأن المكان كله بيتحرك معاه، وكل جزء مني بيقول لي أتراجع، لكن الفضول كان أقوى. كنت حاسس إن الخطوة دي هتغير كل حياتي، هتكشف كل الأسرار المخفية في المكان ده. اتقدمت خطوة لقدام، كل خطوة بحس فيها إن الأرضية حواليا بتتغير، كأن المكان نفسه حي. الباب اللي ظهر فجأة في آخر الغرفة ضي أبيض قوي منه، كان مش طبيعي، كأنه بيطلع نور من عالم تاني. كل خطوة أقرب كل الظلال حواليا تكبر، كل همسة بتتحول لصوت صاخب واحد: ادخل، الحقيقة مش هتكون سهلة. وصلت قدام الباب وريحتي نفسي مليانة خوف، بس كمان فضول غريب، شعور غريب بيدفعني أفتح. إيدي مدت تجاه المقبض ورجلي بقت بتتحرك من غير إرادتي. لحظة ما لمست المقبض راملينج، حسيت برجفة قوية، الأرض تحت رجلي اهتزت، والهواء حواليا بدأ يصفر بطريقة غير طبيعية، كأن الممر كله بيصرخ. فتحت الباب، كريكينج دور، واللي شفته قدامي كان شيء صادم. غرفة مليانة ضوء أبيض، لكن الضياء ده مش طبيعي. جوه الغرفة كان في كائنات غريبة، أجسام مش بشرية، طويلة، عيون سودة، وجوه غريبة، وكلها بتبصلي وكأنها بتقولي: